السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مطبخ ويا. ما تنسوش تحطوا لايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. معانا النهارده ايه؟ هنعمل لكم رز بلبن. انتوا عايزين فين الصيف وعايزين بقى حاجات ساقعة كده، حاجات حلوة ناكلوها. تعالوا بقى ايه نشوف هنعمل الرز بلبن ازاي. هنا هنجيب الحلة وهنحط هنا انا عاملة مية سخنة بالكتل عشان تغلي قوي. بصوا مقدار الميه. بص انا عامله كوبايه ونص رز. كوبايه ونص. احط 3 كوبايات ميه. ماشي. بس انا ايه، انا بحط برضو بالبركه كده. انتوا بقى ايه عايروا 3 كوبايات ميه على كوبايه ونص رز. انا عايزه بقى الرز ده الميه تتشرب فيه خالص، مش عايزه نقطه ميه. انتوا هتشوفوا معايا كده المقدار اللي انا ايه حطيته. الميه اللي انا حطيتها. هنحط الرز اهو كده. انا غسله الرز، ها، ويا ريت تنقعوه ربع ساعه كده في ميه. بشويه كده عشان ما يكتلش منك. تقعدي تقلبي فيه شويه كده عشان لو سبتيه هيتلج ويتكتل. انا هنا بقى عندي اللبن. انا جايبه كيلو وربع لبن على كوبايه ونص رز. بصوا بقى، انا عايزه بقى الرز. بصوا شايفينه؟ مش عايزه نقطه ميه فيه. شايفين فيه ميه؟ ما فيهوش ميه اهو. ماشي كده. هنحط ايه بقى؟ هنحط اللبن. كده هنحط اللبن كله، كيلو وربع. شايف؟ بصوا اهو. نحط بقى ايه؟ السكر. انا هحط كوبايه سكر. في ناس بتحبه حلو قوي، في ناس بتحبه يا وسط. اللي انتوا عايزينه. حطوا كوبايه ودوقوا، لو عوزتوا حطوا تاني. اهو. انا كده بقى هسيبه كده يغلي، وهنشوف بقى ايه اللي هنعمله بعد كده. تعالوا معايا بقى. نقول لكم ايه بقى. كده معانا 4 مكونات للرز بلبن. لبن بودر، كريم جانتيه، نشا، كريمه. ما عندكيش كريمه ما تحطيش، مش مشكله. استكفي بالثلاثه دول، مش مهم. هنحط اللبن البودر الاول. نحط النشا. نحط الكريم جانتيه. بص انا حطيت ميه، حبه ميه عشان ادوب الحاجه دي فيها. شويه ميه عشان تدوبي النشا بالكريم جانتيه بتاع ده باللبن. ال3 مكونات اللي حطيناهم اهو. دول بقى هننزل امتى بيهم؟ اما يغلي. اما اللبن يغلي. انا مش عايزه سوا، خلاص هو استوى. ودي هحطها اخر غلوه. هنزل خلاص الرز بلبن. هحط البتاع دي القشطه كده خلاص اهو. الكريم جانتيه كمان بيديه والله تيست جميل حلو. وهعمل لكم شويه رز لبن بقى، ولا تقولي الشيخ وفيه ولا بلبن. رز لبن مين ويا. ما تنسوش بقى تحطوا ايه اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد. صلوا على النبي حبايبي، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم يا رب. بصوا قرب يغلي اهو. اهو قرب يغلي. بصوا في ناس بتحب جوز هند هنا، بتحط في قلب هنا في قلب الحله. في اللي بيحب جوز الهند، بس في اكتر البنات والولاد ما بيحبوش الجوز الهند. انا عن نفسي وبناتي ما بيحبوش الجوز الهند في اي حاجه. يا ماما خليه ساده. انا احبه كده بالجوز الهند فوق الوش وبالزبيب. جميل. اهو بصوا حبايبي، بصي اهو خلاص غلي كده. بصوا اهو.
اهو شايفين. هقلب بقى ده، ايد تنزل الخليط وايد تقلب اهو. بصوا اهو عشان ما يكلكعش منكم، على طول تقلبوا اهو حبه حبه اهو. بيتقل معايا اهو اهو حبه حبه اهو كده اهو. بصي بيتقل اهو بيلف اهو اهو اهو. برضه اقعد اقلب اهو غير الاول اهو. بص السمك بتاعه هيغلي بقى، واحط حته القشطه في الاخر. بس انا حطيت معلقه سكر عشان هنا عندي بيحبوا الحاجه حلوه شويه. انت حطي كوبايه زي ما قلت لك، يا كوبايه هتبقى حلوه جميله قوي. ودوقي انت شوفي، عايزه تزودي سكر زودي، مش عايزه استكفي بالكوبايه. كده هنحط ايه بقى؟ حته القشطه اهي. بصوا حبه رز بلبن بقى، بسم الله ما شاء الله. جربي الخطوات ديت، المكونات اللي انا قلت لك عليها دي، واللبن البودر كمان بيديله والله يعني تست حلو اهو. كده خلاص اهو، كده هنطفي خلاص كده اهو. واهم حاجه زي ما قلت لكم تدوبي النشا واللبن وال والكريم جانتيه مع بعض الاول في حبه ميه اهو. بس كده كده بقى هنغرفه مع بعض، وهنغرف بقى الرز بلبن مع بعض اهو. بسم الله. جربوا الرز ده، جربوا الرز بلبن ده اهو. حطيه في التلاجة بقى كده، وطلعي طبق بقى كده، والف هنا وشفا. ايه رايكم؟ هتروحي بقى عند شيخ وفيق تدفعي كام بقى في طبق الرز ده؟ ايه ايس كريم، نيجي نحط ايس كريم عليه وشويه مكسرات اهو. زياده هنحطه في اطباق. بسم الله ما شاء الله. بصي بقى الكيلو ربع لبن عمل لي كام طبق؟ 6 كاسات اهو. والله ريحته جميله، اللي عايز يحط فانيليا يحط، بس هو مش مستحق يعني فانيليا، ريحته جميله. اهو دول بقى يتحطوا في كوبايه، حطوهم في كوبايه. في بقى ايه انا احط دي انا عن نفسي، انا اما باجي انا بخليه ساده، بس انا لما باجي اخد الطبق بتاعي بحط عليه زبيب وجوز هند اهو. حبه كده جوز هند اهو كده اهو. بس هو احسن بقى اما يبرد شويه، بس انا بوريكي بس عشان أنا دول بتوعي دول، انا دول حاجزاهم ليا خلي بالكم ها، عشان هم مش بيحبوا الزبيب، هم حرين. كفايه طبقين عليا ولا اخد 3؟ استحق ايه؟ استحق 2 ولا 3 اهو. ايه رايكم بقى؟ استحق اللايك ولا ما استحقش بقى؟ وكومنت حلو منكم. كده خلصنا الفيديو، اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك حبايبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب.